ومن ضمن الأسئلة التي طرحت خلال هذا اللقاء أيضا مسألة التظاهرات السلمية التي تتم في عدة أنحاء من المملكة. السيد مصطفى الخلفي أكد أن حق التظاهر السلمي مضمون ولا يتم التدخل إلا في حالة وقوع تجاوزات. نستمع لتوضيحات السيد الوزير. بخصوص موقف الحكومة من التظاهرات السلمية فهو لم يتغير، موقف قائم على التسامح والتعامل بإيجابية، على اعتبار أن حق التظاهر السلمي أحد مميزات الديمقراطيات في العالم، وهذا أصبح الآن من العناصر التي تعزز مناخ الحريات. بالتالي ليس هنالك أي تغيير في الموقف. في حالة حصول أي تجاوز يمكن اللجوء إلى القضاء وطرح الأمر، على اعتبار أن السلطات الأمنية أيضا تكون معنية بالحيلولة دون ما قد يفضي إلى عرقلة السير وضمان الأمن. هذا الموضوع من القضايا المطروحة، إما الاحتجاج على قضية أو المطالبة بقضية، فهذا يعني بالنسبة إلينا أحد مميزات الديمقراطية في بلادنا، وليس هنالك أي نية للتراجع عنه أو المس به. فيما يخص الأحداث التي حصلت منذ الأسبوع الماضي كانت هنالك متابعة مستمرة تقريبا الآن لما يقع. المشاكل الموجودة في المنطقة كانت هنالك تظاهرات سلمية، حصلت تدخلات لتفريقها. الآن مازال الموضوع بالنسبة للحكومة موضوع متابعة، وستتخذ بعض الإجراءات سيعلن عنها في حينها بخصوص المعطيات المرتبطة. حالات الاعتقال كانت هنالك حالات معزولة ومعدودة، هي الآن بيد القضاء. التوجه هنا هو أن يعني أن توفر كل ضمانات المتابعة العادلة. الآن المنطقة يعني المدن المعنية بالأساس بني بوعياش ومحيطها هادئ. الآن الحكومة تتابع الوضع عن كتب، وإن شاء الله ستتم اعتماد إجراءات لضمان الاستجابة للمطالب المشروعة، وفي نفس الوقت ضمان احترام القانون واستتباب الأمن.